بيبدأ المسلسل بتاعنا مع البطل مايكل سكويفيلد وهو بيعمل وشم مش مفهوم على جسمه كله، واللي هنعرف بعد كده الوشم ده بيرمز لإيه. وبعد ما بيخلص مايكل الوشم بيرجع على بيته وبيظهر فيه وهو بيلم أخبار وأوراق كتير كان لازقها كل حتة على الحيطان، وبتيجي الكاميرا على خبر لشخص اسمه لينكن بروز، والخبر ده بيقول إن لينكن اترفض الاستئناف بتاع قضيته وهيتحكم عليه بالإعدام. وكمان كان في صور وأخبار تانية لبعض الشخصيات زي رجل العصابات جون أبروزي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، وصور تانية للدكتورة سارة تنكريدي واللي هنعرف برضو مين دي. وبعد ما مايكل لم كل الأوراق والصور دي بيفتح الشباك وبيرميها فورا. تاني يوم بيطلع مايكل لوحده على بنك علشان يسرقه، لكن تحس ان مايكل مش جاي عشان يسرق، وحتى لما البوليس جه محاولش انه يعمل اي مقاومة او يهرب حتى، وفعلا بيتقبض عليه على طول. وفي المحاكمة بتاعته بيعترف مايكل بانه عمل سطو مسلح على البنك وكان عايز يسرقه. وبتظهر المحامية بتاعت مايكل واللي اسمها فيرونيكا وبتحاول تأثر عليه عشان ما يعترفش على نفسه، لانها مستغربة جدا من اللي عمله، وده لانها عارفة مايكل من زمان، لاننا بعد كده هنعرف انها كانت خطيبة اخوه. لكن مايكل بيطلب منها انها تسيبه يواجه مصيره لوحده. وبنرجع تاني للمحاكمة وبيتحكم على مايكل بالحبس المشدد لمدة 5 سنين. بس بيطلب مايكل طلب غريب جدا، بيطلب انه يتسجن في السجن الخطير جدا فوكس ريفر، وبيترحل مايكل على سجن فوكس ريفر عشان تبتدي قصتنا من هناك. اول ما بيوصل مايكل بيستقبله ضابط اسمه بيليك، وده اكتر ضابط محدش بيطيقه هناك. وبيليك بيقول لمايكل هنا مفيش غير قاعدتين، القاعدة الأولى إنك تخلي بالك من أفعالك وما تخلينيش أحطك في دماغي. ومايكل بيسأله طب وإيه القاعدة التانية؟ فبيرد بيليك عليه ما تنساش القاعدة الأولى. وبيروح مايكل على الزنزانة بتاعته وبيتعرف هناك على صديقه في الزنزانة واللي اسمه فرناندو سوكري، وبيراقب مايكل أفعال المساجين وهم بيضربوا بعض ويعوروا بعض، وبيقول في نفسه إنه شكله هيعاني جدا في السجن ده. وتاني يوم بيخرج مايكل مع سكري عشان ياخدوا جولة في السجن وبيعرفوا سكري على كل المساجين. بيبتدي بشخص كبير في السن اسمه تشارلز، وبيقول له ان معظم المساجين اللي هنا فاكرينه شخص تاني اسمه دي بي كوبر، والشخص اللي اسمه دي بي كوبر ده اتسجن زمان لانه هرب ومعاه $1,000,000، لكنه لحد دلوقتي بينفي انه هو. وفجأة كده مايكل بيبعد عن سكري وبنلاقيه بيروح لبلاعة وبيرمي فيها مجلة من غير ما حد يشوفه، وبيرجع لسكري تاني عشان يسأله عن شخص اسمه لينكن بروز. وده يا صديقي الشخص اللي شفنا صورته متعلقة في أول المسلسل اللي كان هيتحكم عليه بالإعدام. وبيشاور له سكري على شخص واقف في مكان بعيد وبيقول له هو ده لينكن، وهو دلوقتي في الحبس الانفرادي، وبيحذره منه لأنه متهم في قضية قتل أخو نائبة رئيس أمريكا وهيتعدم بعد شهر. وبيقول له إنه مش بيخرج مع باقي المساجين غير وهم رايحين الكنيسة أو لو في أعمال تشغيل بقيادة رجل المافيا جون أبروزي. وبيسأل مايكل هو انت ليه عايز تقابله؟ فبيرد عليه مايكل ويقول له ان لينك يبقى اخوه. وبكده نكون عرفنا السبب اللي خلى مايكل يدخل السجن. وبيظهر مايكل وهو بيروح يقابل جون أبروزي عشان يقول له انه عايز يبقى شغال مع العمال في اعمال السجن، وده عشان يعرف يقابل اخوه. بس طبعا جون بيرفض لانه ما كانش بيشغل معاه غير صحابه بس. وبيرد مايكل عليه وبيقول له فكر تاني لانك هتحتاجني في حاجة مهمة، وبيديله ورقة على شكل بطة ويسيبه ويمشي. وبعد كده بيروح مايكل على عيادة السجن عشان ياخد جرعة الانسولين بتاعته، وده لانه على حسب ما قال لهم انه مريض سكر. وهناك لما بيروح بيقابل الدكتورة سارة، وبعد ما بياخد الجرعة بيروح مايكل على بلاعة العيادة من غير ما حد يشوفه وبيرمي فيها مجسم برضه على شكل بطة. وبعد كده بيروح على كنيسة السجن وهناك بيقابل لينك اخوه، واول ما بيشوفه بيتصدم لينك ان مايكل هنا، لكن مايكل بيقول له انا جاي هنا عشان اهربك. فبيتصدم لينك من اللي بيسمعه وبيقول له اللي انت بتقوله ده مستحيل عشان السجن اللي احنا فيه اكتر سجن مشدد. فبيقاطعه مايكل ويقول له لكن لو انت اللي صممت السجن مش هيكون مستحيل. وبنعرف هنا ان مايكل دخل السجن بارادته عشان يهرب اخوه. وتاني يوم بيطلب مدير السجن اللي اسمه بوب مايكل عشان يقابله في مكتبه، وبيقول له انا عرفت انك مهندس شاطر ومش عارف ايه اللي جابك هنا مع العالم دي، بس انا هديك فرصة. انا هطلب منك طلب تعمله لي وقصاده هتبقى بتاخد ساعة راحة كل يوم هتيجي تشتغل فيها هنا وترتاح من اعمال السجن. وبيطلب منه بوب انه يصمم له تاج محال عشان يقدمه هدية لمراته في عيد جوازهم. لكن الغريب هنا ان مايكل بيرفض العرض ده، وده اللي ضايق منه بوب جدا وقرر انه يحطه في دماغه. وبتيجي بعد كده المحامية فيرونيكا عشان تزور مايكل واللي بتقول له انا عارفة انك بتحاول تهرب لينك. فبيرد مايكل عليها ويأكد كلامها وبيطلب منها انها تحاول تأخر ميعاد الاعدام، وبيقول لها ان في حد بيحاول يسرع الاجراءات، وبيقول لها تحاول تعرف له مين الشخص ده وبيعمل كده ليه لانه متأكد ان اخوه بريء. وبتيجي لقطة بره السجن
لشخصين وهما بيخبطوا على بيت اسقف الكنيسه وبيقولوا له انهم عملاء فيدراليين وبيهددوه انه ما يعارضش حكم اعدام لينك، وده كان بسبب ان الاسقف ده طلب قبل كده العفو عن لينك. المهم يا صديقي ان الاسقف بيرفض هددهم وبيطردهم فورا، وبنرجع السجن تاني وبنلاقي ان جون جاله مكالمه من واحد من رجالته بيقول له فيها ان جاله جواب فيه صور لفيبوناتشي، وبيقول له انه لقى مع الجواب ده مجسم ورق على شكل بطه، وبكده جون عرف مين اللي بعت الجواب ده. طب مين بقى يا سيدي فيبوناتشي ده؟ فيبوناتشي كان المحاسب بتاع جون، بس فيبوناتشي يا سيدي شاف جون وهو بيخلص على شخص هو وشريكه، فبلغ عن جون وهرب، وهو دلوقتي محطوط تحت الرقابه والحمايه لحد ما يجي ميعاد الجلسه ويعترف على جون وشريكه. فطبعا جون عايز يخلص منه ويقتله قبل ميعاد المحاكمه، وعلى طول بياخد جون رجالته وبيروحوا لمايكل يضربوه ويعدموه العافيه، ومايكل بيرد الضربه لجون والسجن كله بيتقلب، والجنود بتيجي تفض الخناقه دي وبياخدوا مايكل على بوب اللي طبعا جات له الفرصه بسرعه، وبيحكم بوب فورا على مايكل انه يروح الحجز الانفرادي لمده 90 يوم، وكده هيكون ميعاد اعدام لينك جه ومش هيعرفوا يهربوا. فبيقول له مايكل بسرعه ان موافق على العرض بتاعه ان يعمل له تاج محال عشان عيد جوازه، بس بشرط انه ما ينفذش حكم الحبس الانفرادي، وفعلا بيوافق بوب وبيعفو عنه. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف ان اسقف الكنيسه بيجي له شخص البيت وبيضربه بالرصاص في دماغه، وبتوصل الاخبار لفيرونيكا عشان تبدا تصدق كلام مايكل ان في حد عايز اخوه يتعدم بسرعه. وبنرجع السجن تاني ومايكل كان في العياده مع الدكتوره ساره عشان ياخد جرعه الانسولين، وبتقول له ساره انها شاكه انه ما عندوش مرض السكر وانها هتعمل له تحاليل عشان لو طلع سليم هتمنع عنه الجرعه دي. ومايكل اول ما بيسمع كده بيروح لسكري بسرعه وبيقول له انه محتاج يهرب نوع دواء معين وعايز حد يساعده، فبيدله سكري على شخص اسمه سي نوت، واللي بيروح له مايكل بسرعه وبيطلب منه دواء يعمل نفس اعراض مرض السكر واسمه بيجناك، وبيديله مايكل فلوس كتير. في نفس اليوم بالليل بيجي ظابط لمايكل في الحجز وبيديله بطاقه العمل وبيقول له ان جون وافق انك تشتغل مع المساجين العمال. وتاني يوم على طول بيروح مايكل يشتغل مع العمال، وهناك بيقابل اخوه وبيتكلموا وبيقول له لينك هنهرب ازاي؟ فبيرد عليه مايكل انه كان شغال في شركه وكان من ضمن المخططات اللي موجوده هناك مخططات السجن ده، فانا اطلعت عليها. ومش بس كده، بيعري له التيشيرت وبيوريه انه رسم كل المخططات وشم على جسمه، وبيرجع كل واحد فيهم لزنزانته، لكن بيحصل تفتيش مفاجئ، وقبل ما سكري يحاول يرمي السكينه اللي هو مخبيها بيمسكها الضابط وهي مع مايكل، بس سكري بيعترف انها بتاعته وبيروح على الحجز الانفرادي. وبيرجع مايكل الكنيسة ويقعد مع لينك هناك، وبيعرف منه لينك انهم هيهربوا عن طريق العيادة لانها اقل مكان متأمن. وبعد ما بيخلصوا كلام بينزل مايكل الساحة وبنشوف انه بيدور على مكان معين يقعد فيه، وبيقعد يحسس على اماكن المسامير اللي تحت الكراسي وبيحاول يفك مسمار معين منهم. وده بقى بيوضح لنا ان مايكل حتى انواع المسامير اللي راكبه كان بيذاكرها، لحد وهو بيفك مسمار معين واحد من المساجين قال له قوم من هنا عشان المكان اللي انت فيه ده بتاع تي باج، وبيقول له ان ده واحد من اسوأ المجرمين هنا. وقبل ما يخلص كلامه بيوصل تي باج هو والعجله بتاعته، وبيقول لمايكل ايه رايك انك تمسكه الجيب التاني، وبيقول له تي باج انك كمان لو بقيت معايا هحميك من الناس دي كلها وهحميك من المعركه اللي هتحصل قريب بين الجماعه البيض والسمر. لكن مايكل بيرفض، فبيقول له اسحب من هنا وما اشوفكش في اي مكان تاني احسن لك بدل ما هخليك تمسكه. وبيروح مايكل فعلا لحد ما تي باج يقوم من مكانه ويرجع تاني عشان يفك المسمار، واول ما خلاص فكه بيجي تي باج بسرعه وبياخد منه المسمار وبيقول له انا شفتك مع سينوت الاسمر فانت كده معاهم وهعمل معاك الجلاشه، فمش عايز اشوفك تاني ولو صدفه. وبنروح لجون اللي جاله زياره من فيلي شريكه واللي بيساله وصلت المعلومات عن فيبوناتشي ولا لا، وبيهدد جون بمراته وعياله انه لازم يجيب المعلومات دي لانه متورط معاه وخايف فيبوناتشي يجيب سيرته هو كمان يوم الجلسه. وبنرجع تاني الحجز ومايكل بيحاول يدخل زنزانه تي باج وكان بيدور جواها على المسمار، لكن بيوصل فجأة عليه تي باج وبيمسكه، ومايكل بسرعة بيقول له انه كان جاي هنا عشان يقول له انه هينضم معاهم لمعركة البيض ضد السمر، وبيقول له بس انا كنت عايز المسمار بتاعي عشان استخدمه كسلاح. ولان مايكل كان حظه وحش فبيشوفه سينوت في الوقت ده، وبكده سينوت بيتأكد ان مايكل هيبقى ضد السمر في الخناقة دي. وبنخرج بره السجن تاني فبنلاقي ان فيرونيكا بتدور ورا قضيه وبتروح لمحامي لينك وبيديها الفيديو اللي فيه لينك وهو بيقتل اخو النائبه، وبيقول لها ان الفيديو ده
هيريحك ويثبت لك انه فعلا عمل الجريمه دي. واول ما فيرونيكا بتشوف الفيديو بتروح السجن وبتقابل لينك وتقول له انها شافت الفيديو واتاكدت ان هو اللي قتل، وبتقول له سيب مايكل في حاله وما تخليهوش يضيع. وبيقرر لينك انه يحكي لها الحقيقه كلها، فبيقول لها انه فعلا كان رايح يقتل الشخص ده لانه كان مديون لواحد صديقه، وصديقه ده طلب منه في مقابل الفلوس انه يقتل شخص بيضايقه، ولما راح عشان يقتله لقى ان في حد ضربه بالنار وهو اصلا ميت. وبيقول لها ان حتى المسدس بتاعه ما ضربش منه اي طلقه، لكن فيرونيكا ما كانتش مصدقاه بسبب اللي شافته في الفيديو وسابته ومشي. وبنرجع لمايكل تاني اللي بيجيله سينوت وبيقول له جبت لك الدواء اللي انت عايزه، وبيروحوا لمكان بعيد عن الحراس. وفجأة رجالة سينوت بيكتفوا مايكل وبيقول له سينوت ان شافه مع تي باج وان هو كده انضم له ومش هتاخد مني اي دواء، وبيسيبه ويمشي. وبنرجع تاني نخرج ورا السجن عشان نلاقي الاتنين الفيدراليين راحوا يقابلوا المحامي بتاع لينك وبيعرفوا منه ان فيرونيكا طلبت شريط الفيديو بتاع القضيه وانها بتدور ورا القضيه تاني. وبتروح فيرونيكا فعلا تدور على واحد من شهود القضيه، لكن بتلاقي امه وبتقول لها انه مات. ولما بترجع المكتب بيجي لها مكالمه من خطيبه الشاهد ده وبتطلب منها تقابلها في مكان عام. واول ما بتروح لها بتقول لها ان اللي موت خطيبها هو اللي عايز لينك يتعدم. وفجاه وهي بتتكلم بتقول لها انهم بيراقبونا ويلا نطلع نجري. وبنلاقي مين بقى اللي بيراقبهم؟ صح، بول والمساعد بتاعه اللي هما الاتنين الفيدراليين. وبيرجع بول على مكتبه وبيكلم واحده مجهوله في التليفون وبيقول لها ان فيرونيكا بتدور وراهم، فبترد عليه وتقول له اخلص منها بسرعه. وبنرجع بسرعه السجن تاني عشان تبدا المعركه بين البيض والصم. واول ما ابواب الزنزانات بتفتح كله بيدب في بعضه، وبيجي واحد اسمر بيطير مايكل من فوق، وتيباج بيخلص على اي حد بيقابله، وسينوت قاعد يروق على الرجاله من الناحيه التانيه وهو بيبص على مايكل من بعيد. وفجاه مايكل بيلاقي صاحب تيباج العجله وهو جاي يهجم عليه بالمسمار عشان يخلص منه، لكن مايكل بيلحق نفسه في اخر لحظه وبياخد من ايده المسمار. وفي اللحظه دي سينوت بيشوفه وهو بيتخانق معاه، فبيعرف كده ان مايكل معاهم مش ضدهم. واول ما مايكل بيزق صاحب تيباج عشان يبعدوا عنه بيجي واحد من الجماعه السمر وبيخلص عليه فورا وبيموت وهو ماسك في مايكل. في اللحظه دي بيشوف تيباج صاحبه وهو بيموت في ايد مايكل وبيفتكر ان مايكل هو اللي عمل فيه كده، فبيقول لمايكل وهو بيصوت بصوت عالي انه هيقتله. وبيتدخلوا الجنود في اللحظه دي عشان يفكوا الخناقه وكل واحد بيرجع زنزانته. واخيرا مايكل بيرجع زنزانته وهو معاه المسمار اللي هنعرف دلوقتي كان عايزه في ايه. بيطلع مايكل المسمار وبيبدا يفك بيه حمام الزنزانه، وده لانه هيهرب عن طريق الحفر من المكان ده. وتاني يوم بيروح سينوت لمايكل عشان يديله الدواء بتاعه بعد ما شافه امبارح وهو بيضرب البيض واتاكد انه كده معاهم، وبيروح يعمل التحاليل عشان تطلع النتيجه انه عنده سكر فعلا. لكن وهو خارج من العياده بياخدوا الضابط بيلك، لكن المفاجاه هنا انه سلمه لجون امبروزي ورجالته اللي بيدخلوا مايكل بسرعه على المخزن وبيسالوا جون تاني عن مكان فيبوناكي. لكن مايكل بيقول له انه هيعرفوا مكانه بس بعد ما يهربوا هما الاتنين من هنا، لكن جون بيرفض وبيكتفوه وبيقطع صباع رجله. وبيدخلوا الجنود على صريخ مايكل وبياخدوه بسرعه عشان يتعالج في العياده، وبيرفض مايكل يقول مين اللي عمل فيه كده. وتاني يوم بيقابل مايكل اخوه لينك وبيحكي له اللي حصل، ولينك اتجنن وقال له انا هخلص على جون دلوقتي، لكن مايكل بيمنعه وبيقول له ان جون اهم حد هنا عشان خطه هروبنا تكمل، وده لان جون عنده شركه طيران ومايكل هيحتاج انه يوفر لهم طياره اول ما يهربوا من السجن. وبيقول له كمان مايكل ان في شخص كمان دوره مهم ولازم يقتنع وهو سكري زميل مايكل في الزنزانة، وده لانه لازم يوافق عشان مايكل يعرف يحفر من الزنزانة، وكمان عشان مايكل يضمن انه مش هيبيعهم في اي وقت ويعترف عليهم. وبيقول له مايكل ان عشان نقول لسكري لازم الاول نختبر ولاءه، وبيروح فعلا عشان يعمل له اختبار بانه بيطلع موبايل قدامه وبيخبيه في مكان وبيستنى مايكل عشان يشوفه هيبلغ عنه ولا لا، لكن فعلا سكري ما بيبلغش عليهم. وبكده مايكل بيتاكد من ولائه، وبيروح مايكل عشان يقول لسكري عن خطتهم في الهروب، وكمان بيعرض عليه انه يهرب معاهم، لكن سكري اول ما بيسمع كده بيرفض نهائي، وده لانه هيخرج بعد 16 شهر ومش عايز مشاكل عشان عايز يتجوز من حبيبته اول ما يخرج. وكمان بيطلب من مايكل انه ما يحفرش تاني في الزنزانه بتاعتهم، لكن بعد كده سكري بيقرر انه يسيب الزنزانه خالص ويقدم طلب نقله من زنزانه مايكل، وفعلا بيتنقل. وبنروح بعد كده على المطعم، وهناك تيباك كان محضر سكينه عشان يخلص بيها على مايكل، واول ما بيحاول يهجم عليه بيلحقه جون وبيقول له بعدين مش هنا. ورجاله جون بتدخل مايكل لاوضه، فبيلاقي مايكل تيباك في الاوضه دي عشان ينفذ خطته ويخلص من مايكل. واول ما بيقرب منه بيضربه جون امبروزي هو ورجالته، وبياخد جون مايكل وبيطلعوا بره، وبيقول لمايكل انا عملت معاك الواجب ده كعربون صداقه، قول لي بقى على مكان في بوناتش. فبيرد عليه مايكل انا عايزك تحضر لنا طياره يوم ما نهرب من هنا، وهسلمك يا سيدي في اليوم ده
فيبوناتشي. فبيسكت جون وما بيردش عليه. ولما مايكل بيرجع زنزانة بيجيله الضابط بيليك بشريكه الجديد اللي اسمه هاي واير. بس هاي واير ده يا صديقي هيعمل لمايكل مشكلة صغيرة في الخطة بتاعته، وده بسبب ان كل ما مايكل كان بيبتدي يحفر بالليل بيلاقي هاي واير بيبص عليه. فبيسأله مايكل انت بتنام امتى يا عم انت؟ فبيرد هاي واير عليه وبيقول له انه عنده مرض بيخليه طول اليوم صاحي وما بينامش. وبنخرج بره السجن شويه عشان نلاقي فيرونيكا جابت لتيشا خطيبه الشاهد وبتخليها تعترف وتمضي على اقوالها، وبعد كده هتهرب بره البلد فورا. وبتحكي لها لتيشا ان خطيبها كان مداين لينك ب $90,000، وفجاه جاله 2 دفعوا له المبلغ ده بس طلبوا منه انه يقول للينك انه لو عمل الجريمه دي مش هيبقى عاوز منه اي فلوس. وطبعا كده عرفنا مين الاتنين دول بالظبط، بول والمساعد بتاعه. وبعد ما بتخلص بتقول لفيرونيكا انها هتخرج تشرب سيجاره لحد ما تطبع الورق عشان تمضي عليه. بس اول ما بتخرج من المكتب بيدخل بول على فيرونيكا وبيهددها تبعد عن القضيه وبيمشي على طول. وبتطلع فيرونيكا بسرعه عشان تشوف لتيشا راحت فين، لكنها مش بتلاقيها في اي مكان. وبعد كده بنشوف ان بول والمساعد بتاعه خطفوها واخدينها المكان بعيد عشان يخلصوا منها. وبنرجع تاني يا صديقي مع مايكل وهو بيحفر في الزنزانة في الوقت اللي هاي واير بيكون مش موجود في الأوضة. ولما بيرجع هاي واير مايكل بيوقف حفر، بس بالرغم ان هاي واير ده كان مريض نفسي الا انه كان ذكي جدا يا صديقي. وده بقى بنعرفه لما بنلاقيه بيبص على الوشم اللي على جسم مايكل وبيبدا يقول له انه حاسس ان ده مش وشم عادي. وبيقول لمايكل انت راسم على جسمك متاهه او مخطط لحاجه. ومايكل اول ما بيسمع الكلمتين دول بيبدا يقلق منه وبيلبس هدومه على طول. ومن اللحظه دي هاي واير بقى بيراقب مايكل في كل حته عشان عايز يعرف الوشم بيدل على ايه. وكل ما مايكل كان بيروح حته بيبص يلاقي هاي واير ماشي وراه. فبيقرر مايكل في اللحظه دي انه لازم يخلص من هاي واير وبيروح لبوب مدير السجن. واثناء وهو شغال على تاج محال بيقول لبوب انه عايز هاي واير يتنقل من زنزانته وده لانه مزعج وعدواني. وبيرد عليه بوب ان نقل السجناء من اختصاص بليك، وبليك مش هيعمل كده غير لو مثلا اعتدى عليك او اذاك، غير كده انسى. وبنروح لسكري اللي جاله زياره من ابن خالته وبيقول له انه هيتجوز هو وماري كروز حبيبه سكري. ولما بيسمع الكلام ده بيتعصب جدا ويبقى عامل زي الطور الهايج وبيرجع تاني السجن فورا عشان يتصل بحبيبته اللي بتأكد له الكلام ده وبتقول له يبعد عنها ويسيبها تشوف حياتها. وتاني يوم بنشوف سكري وهو رايح لمايكل عشان يقول له اللي حصل مع حبيبته وانه عايز يهرب معاه، وبيقول له يشوف طريقة انه يرجعه الزنزانة تاني. فبيطمنه مايكل وبيقول له انه هيلاقي حل عشان يخلص النهارده من هاي واير. ولما مايكل بيرجع الزنزانة بيلاقي هاي واير راسم معظم وشم مايكل على ورق، وده بس اللي كان قدر يشوفه على ظهره عشان مايكل يشوف المنظر ده ويتعصب جدا ويبدأ يخبط دماغه في الحديد بتاع الباب عشان يتعور وينده على الحراس وهو بيصرخ. واول ما بيجوا الحراس بيقول لهم مايكل ان هاي واير اعتدى عليه وهو اللي عوره بالمنظر ده. وبيجي الحراس ياخدوا هاي واير وبيحولوه فورا على جناح المرضى النفسيين. وبيرجع سكري لزنزانته عشان يكملوا اللي هم بدأوه مع بعض. وتاني يوم بنشوف مايكل وهو في العيادة وبيرمي مواد كيميائية معينة هو عاملها من البلاعة، وبنشوف ان المواد دي مايكل عاملها مخصوص عشان تاكل الحديد اللي تحت البلاعة عشان يعرفوا يهربوا من خلاله. ولما بيرجع زنزانته بيبدأ انه يفك الحمام خالص من مكانه وبيطلب من سكري انه يعمل دوشة عشان تغطي على صوت التكسير. وبينزل مايكل من الفتحة اللي عملها دي لنظام الصرف عشان يستكشفه. وفي نفس الوقت ده بول كان في شقة فيرونيكا بيفتش فيها، فبيلاقي وهو بيفتش صورة لفيرونيكا مع مايكل ولينك. وعلى طول بيكلم الرئيسة اللي كان بيكلمها في التليفون وبيقول لها انه لقى الصورة دي وانه كمان عارف ان لينك اخوه دخله السجن. وبيقول لها ان اخوه ده غير اسم الاب عشان محدش يعرف انهم اخوات. فبترد تقول له ان مايكل ده كان مهندس وملوش في النوش ده ومستغربة انه دخل السجن. فبتقول له انا عايزاك تنقل مايكل من السجن ده ضروري. وبنشوف فيرونيكا بيجي لها شخص اسمه نيك وبيقول لها انه عايز يساعدها في القضيه، فبتوافق فيرونيكا. وبعد كده بتاخد نيك وبيروحوا عشان يزوروا لينك في السجن، وبتطلب من لينك انه يحكي لها اللي حصل بعد الجريمه على طول. فبيقول لها انه اول ما رجع البيت لقى هدوم ليه موجوده في البانيو وغرقانين دم، وطبعا ده دم ستيدمان. وفي نفس اللحظه وهو بيشوف الهدوم دخلت عليه الشرطه وخدته وهو معاه كل الادله، وكمان لقوا مسدس عليه بصماته، بالرغم انه بيقول لها لينك ان المسدس اللي كان معاه ساعتها رماه في البحر بعد الجريمه على طول. وفجأة وهو بيحكي بيفتكر لينك انه جاله شخص قبل الجريمة عشان يشتري منه سلاح وكان بيجرب معاه اكتر من مسدس، فمعظم المسدسات دي عليها بصماته. وهنا بيعرفوا هم ازاي جابوا مسدس عليه بصماته، وبيخرجوا من عند لينك
وبيروحوا تاني عشان يراجعوا الفيديو، وبيقول لها نيك انه يعرف شخص محترف ممكن يقول لهم اذا كان الفيديو ده حقيقي ولا متفبرك. وبنشوف فول وهو رايح للمساعد بتاعه ومعاه ورق نقل مايكل، وبيقول له ان النقل ده هيتنفذ بكره. وبكده يا صديقي تكون كل حاجه باظت، ولينك هيتعدم ومش هيعرفوا يهربوا. لو عايزين الجزء التاني اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل اللايك وتشترك في القناه. سلام.